موقف بقى يهلك من الضحك. بعد ما سجلت الفيديو بتاع احنا رايحين على فين، وبتكلم على المحتويات الغير هادفه يعني مش عارف اسميها ايه بصراحه، بس يعني كل واحد مسؤول عن الحاجه اللي بيعملها. حد سالني سؤال يعني خلاني مش عارف اقول ايه بصراحه. انا اقول لكم وانتوا ردوا نيابه عني. حد بيقول لي ايه، انا سمعت خبيره طاقه، انا بقول اللي اتقال لي، خبيرة طاقة بتقول ان مع الايام المفترجة في بداية السنة الجديدة اللي عاوز حاجة ممكن يوصل لها بسهولة. فاللي عاوز يشتغل يلبس حلو قوي ويحط برفيوم ويروح عند الشركة اللي نفسه يشتغل فيها ويتصور سيلفي. انا بس خلاص، انا بعد ما يعني بقيتش عاوز اسمع اكتر من كده. يعني ما يهمنيش ايه بقى يتقال تاني. ويعني حته اجتزاء الكلام ده شيء مش حلو، بس هو ايه اللي ممكن يتقال تاني؟ فالسؤال بقى هو ده فعلا حقيقي وده ليه علاقه بالتطوير المهني وان انا اقدر الاقي وظيفه؟ مش عارف ارد، هطلع من هدومي والله يعني. مش عارف اقول ايه يعني. انا شخصيا لابس حلو دلوقتي في البرد اللي انا فيه وحاطط برفيوم وهروح هتصور سيلفي. لا مش هتصور سيلفي، انا رايح افطر بصراحه. انا هسيب لحضراتكم انتوا تحكموا احنا وصلنا لفين. هو ده بجد؟ هو انا لو عملت كده وقفت صورت سيلفي وانا لابس كويس وانا حاطط برفيوم هتجيلي الوظيفه؟ شوفوا احنا وصلنا فين. المشكله بقى مش من الاشخاص اللي بيقولوا الكلام ده، المشكله ان في ناس والله بتصدق. والله العظيم في ناس بتصدق. يعني انا اللي بيسالني السؤال ده بيسالني وهو يعني كانه بجد شايف ان ده ممكن يحصل ايام مفترجه مع بدايه السنه الجديده وهيلبس رد انتوا بقى. ده موقف لسه حاصل يعني. والله لو عندكم رد قولوا لي، يمكن تبلوا يعني ريقي. لا مش تبلوا ريقي، يمكن تبردوا ناري. ما هياش نار برضو. مش ممكن اقول ايه بصراحه في موقف زي ده.